بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله احنا مش هنطبخ مع بعض، بس داخل المطبخ برضو هنعمل ايه؟ هنعمل جردل المخلل مشكل كده ان شاء الله يبقى عندك. تاخدي منه على الفطار، على الغدا، في رمضان بإذن الله، بطولة عمركم كده ان شاء الله. التشكيله بتاعته عن ايه؟ هنعمل تشكيله حلوه. تشكيله عباره عن ايه؟ معايا خيار، معايا جزر، معايا فلفل احمر واخضر، معايا بتنجان. هتحط البتنجان في المخلل، هنحطه، خليكي معايا عشان تعرفي احنا هنعمله ازاي. ومعايا كرنب، ولو في قرنبيط وحابه تحطيه بتحطيه، ومعايا بنجراي. هعمل لك احلى جردل المخلل. خليكي معايا. اول حاجه نصلي على الرسول ونثبت حضور، ونخش نحط اللايك الجميل بتاعكم كده. انا همسك الحاجات دي كده الاول اقطعها. الخيار ده هيتغسل كويس، الخضار ده كله هيتغسل كويس اللي هو لسه جايباه، وحبيت اوريه لكم. والبتنجان هنحطه ازاي، هنخلله ازاي، هقول لك ازاي تاكليه ويبقى جميل ان شاء الله. المقادير بتاعتي عباره عن ايه؟ هعوز خل، هعوز سكر، هعوز ملح. معايا بقيه الحاجه على الصينيه. انا هعوز ميه من الفلتر او ميه مغليه وسبكه غليها وتبردها يعني. الحاجات دي هنمسكها نغسلها كويس. الكرنب طبعا انا كنت جايبه معاكم الكرنب فرزناه، يعني جبنا استفدنا منه في فرزنا كرنب وخدنا القلب بتاعه عشان هنخليه اهو. طبعا انا هقطعه حتت صغيره الوقت على قد هقطعه حتت صغيره الكرنب واغسله. ودي بنجرايه عشان تخلي اللون بالكهرمان الجميل معاك احمر كده وجميل. والبتنجان ده هغسله واقطعه، كل الخضار ده يتغسل ويتقطع. وبعدين ارجع لكم تاني اقول لكم على الطريقه بالظبط، تبقى جميله جدا كده يا حبايب قلبي. انا مسكت الكرنب قطعته حتت صغيره اهي، عشان يبقى يدوبك على قد ما تيجي تاخدي كده الحته تبقى صغيره مش كبيره. قطعت حتت صغيره وغسلته. وقطعت الخضار التاني، قطعت الخيار، الجزر، البتنجان، الشطه الخضراء والحمراء هي اضعف تقطيعه، كله مقطعه، انما ده تقطيعه صغيره. البتنجان هو اصغر تقطيع عليه عشان يشرب من الدقه اللي انا هحطها والملح والحاجات دي، ويستوي ويبقى عمر السوا بتاعه يستوي مع المخلل العادي اللي هو الخيار، الجزر، الحاجات دي. مقطعه الخيار كبير شويه، ليه؟ لان انتوا عارفين الخيار بيستوي على طول، فعشان يستوي في نفس التوقيت ما اصغر تقطيعه هي معايا البتنجان. شوفوا الحته قد ايه. وانتوا عارفين البتنجان في حديد، فعشان ما يسودش مني اما اخلص الدقه بتاع المخلل والحاجات دي هروح واخداه في طبق. انا كنت بوريه لكم. واروح حاطه عليه عشان ما يسودش، احط عليه شويه خل. الخل بيبيض وبخليه ما يسودش. واصلا انا هحط برضو المخلل ده هحط عليه خل وفص توم. ليه؟ عشان فيه لا اله الا الله محمد رسول الله. هحط خل وفص توم اهو. شوفوا اهو، ده الخل اهو. اولا بيخلي البتنجان معايا، البتنجانه هتحن اهو، يخلي البتنجان يدبل معايا ويستوي معايا على طول. في بعد يومين 2 هتاكلي منه اهو. تغطسي كده اهو. هنحط الفص التوم المخلل البتنجان، الفص التوم بيبقى معاه حلو، فهو فص توم واحد على المخلل هيديله ريحه حلوه وطعم حلو برضه، وكله هيستفاد منه اهو. المخلل كله هياخد من طعم الفص التوم ده اهو. هسيبه بقى في شوفوا البيض ازاي يفضل معايا من اول حته لاخر حته في المخلل جميل. وبعدين انا هحط له البنجر، هيديك اللون الوردي البينك الجميل اللي انت عايزاه ده. هخلص بقى بقيه المقادير بتاعتنا وارجع لكم. ده بقى احنا هناخد المخلل كله نحطه على بعضه، اللي هو الشطه على الكرنب على الجزر على الخيار. توليفه جميله تعملي احلى. شوفي من اقل كميه والله العظيم انا جايبه ربع كيلو شطه خضراء وحمراء اللي انت عايزاه، ونص كيلو خيار، وربع كيلو جزر. ليه يعني بعمل كميات صغيره؟ لان الكميات الصغيره ده هتديكي كميه كبيره. اما يكون معايا انا معايا قلب كرنبتين 2، ولو في قرنبيط بتعمليه وردات صغيره حتت صغيره وبتحطيه ني بيديكي كميه كبيره. شوف احنا لما نقلب الحاجات دي من الربع والربع دي ما تستهونيش بيه، بيديكي كميه كبيره في الاخر. ولو لقيتي ورقه كرومبه فلتت منك وما اتقطعتش بنقطعها اهو. شوفوا الحاجات دي كلها شكلها جميل ازاي. احسن ما تروحي تجيبي الجردل المخلل. الجردل المخلل عاد بمبلغ، وكمان مش بنفس النظافه والجوده اللي انت بتعملي بيها. دي كان قلب كرومبتين اهو، فضلنا ترميه. بيبقى احلى حاجه القلب ده، اصلا بيبقى ابيض وحلو
اهو، ربع كيلو شطه، نص كيلو خيار، ربع كيلو جزر. لو انت حابه ترمي فيه بصل بترمي، بس يكون يفضل يكون بصل ابيض مش البصل الاحمر ده. كده قلبت اهون. هجيب بقى الملح والحاجه بتاعتي. دلوقتي انا معايا ايه؟ دلوقتي ايه اللي جد عليا؟ انا مسكت البنجرايه اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو، مسكتها قطعتها، شايفين قطع البنجره اهي، وحطيتها في جردل زي ده، وحطيت عليها ميه كنت غلياها وسبتها بردت. انتوا عارفين عشان اغليها وابردها في نفس الفيديو بتاخد وقت، فعشان نخلص الفيديو انا يعني تحط لبانه ميه تغلي وتسيبها تبرد تماما. دي عشان الخطوه دي بتعمل ايه؟ بتخلي عمر المخلل يطول معاكي. لو انت هتسيبيه على الرخامه بره، لو انت حابه بعد ما يتخلل تحطه في التلاجة ويكون معاكي برطمان محكم الغلق ما يعملش اي يكرف اي ريحه في التلاجة عادي. هو اصلا لو انت عامله كميه بتحط بقيتها في التلاجة، بتاكل على قد ما تاكل، لان انتوا عارفين عشان ما ينعمش والحاجات دي، لان احنا داخلين على صيف فبتسيبيه في التلاجة. لو انت اصلا مش مكتره زي كده وعامله كميه بسيطه مثلا وهتسيبها على الرخامه، بنغلي الميه ونسيبها، دي بتطول عمر المخلل. وبعدين اما المخلل بتخلل بتجيبي بمعلقه زي دي مثلا وبتحطيش ايدك فيه، فدي بتخليه المير يمشي ويبقى معاكي جميل. ده البنجر كل مدى ما لونه، شايفين اللون ده بقى بيديك اللون الجميل. دلوقتي فص توم معايا اهو يا جماعه، فص واحد هقطع التوم على الخل واركنه جانبا. انا دلوقتي قطعت التوم اهو، التوم على الخل على البتنجان هنحطه في ايه؟ في قاع الجردل اهو، لان الخل ده اللي هيسوي لي البتنجان، وهو وهتاكلي احلى بتنجان مخلل من غير ما لا تسلقيه ولا تقليه. وده جميل بقى وهيستوي مع المخلل ويبقى جميل. هناخد بقى المخلل ده ونحط عليه كده حته المخلل، فيها الجزر، فيها الخيار، فيها الشطه، فيها البنجر. وقطع البنجر دي يا جماعه بتتاكل، بتتخلل وبتشرب من الملح والشطه والحاجات دي، وبتتاكل برضو. يعني جرد المخلل اهون. شوف انت لو رحت اشتريتيه من بره ومش بنفس الجوده هتجيبيه بايه اهو. انا هكبسه بقى واجيب المحلول الملح اللي هو الميه. الشطه اصلا اللي انا حطاها دي حاميه، ولو انت حابه تضيفي معلقه شطه ناشفه برضو حطي. المهم ان انت تحطي المعيار الملح المظبوط عشان المخلل. حاجتين اتنين بيخلوه يرقي، 3 حاجات يخلوه يريم. اول حاجه ان انت ما تكونيش حاطه ميه متفلتره او مغليه، ان انت تحطي ايدك فيها اما تيجي تجيبي، اما يتخلل تجيبي بمعلقه او بكبشه او بحاجه، ما تحطيش ايدك فيه. او ان انت ما تحطيش ملح مظبوط. الثلاث حاجات دول اللي بخلي المخلل ايه؟ يبوظ منك. فانا هامله الجردل بتاعنا ده ونحط واجيب الملح عشان ايه؟ نحط الايه كده. خلاص الجردل بتاعنا اتملى اهون. هنحط بقى ايه؟ شويه سكر كده. انتوا بتحطوا معلقه يا جماعه عشان ايه؟ تبقى الايه، احنا حاطين خل فبنحط السكر عشان المعادله يعني يبقى مقرمش ما يتهريش، لان انتوا عارفين الخل بيهري. فاحنا كان لازم نحط خل علشان اولا بيساوي المخلل، ثانيا كان لازم عشان البتنجان، بس عشان ما يتهريش منك نحط معلقه السكر ده عشان تحافظ على ايه؟ عمره يعني. الملح ده بتحطه بالمعلقه، كل كوبايه ميه لها معلقه. لو انت عايزاه حادق اقل من كده بتحطه بالنظر كده، ده حاجه براحتك اهو. انا بحطه بالنظر لان انا ايه؟ اي حاجه بعملها كده ببقى ايه؟ بالعين يا جماعه اهو. نقلب بقى. شوف اللون في ثواني اللون زرد ازاي، ولسه كل ما هيقعد. وعلى اخر النهار هتلاقي اللون كمان البنجر ظهر عن كده كمان. وانت لو جيتي تحسبيها نص كيلو خيار هو كيلو وربع ب10، نص كيلو ب4، ربع كيلو قول الجزر ب2 جنيه مثلا، ادي 4 و2 6 و5 شطه، لان الشطه ب20، لا 11 جنيه 11 جنيه. والبتنجان والله انا ما خدتش ربع كيلو حتى، قولي 3 بتنجان حتى او 2.5. الكيلو ب10، 2 11 و13 ونص. واحنا كان عندنا اصلا طبيعي ان احنا جايبين الكرنب علشان نفرزه، يعني ما فيش 15 جنيه، ما كلفنيش 15 جنيه. واقل حاجه هتطلع لك ب2 كيلو مخلل من الكميه اللي انا عاملاها دي. هو انا مش مكتره، بس هي برضه هترمي معايا يجي 2 كيلو فحلوه. شوف ال2 كيلو انت لو جبت الكيلو بايه؟ الكيلو هتجيبيه ب20 جنيه اقل حاجه يعني كده. ده تماما. هحط بقى السائل ده على الجردل
والله انا معايرت، بس هي سبحان الله. انا حطيت شويه شطه على الوش اهما. هناخد بقى الميه بتاعتنا دي. ولو انت دوبت الملح والسكر في ميه والميه جت شويه ولقيت الجردل عاوز اهو، شوفوا بقى بسم الله ما شاء الله، يا سبحان الله سبحان الله، بتيجي بالنظر. شوفوا شوفوا الميه يا دوبك. هي بقى اصلا الكرنب ده بينزل لتحت وبيسقط، وبتبقى يا دوبك الميه الوقت كل مدى كل لو قعدنا نص ساعه اهو كده خلاص. الجردل ما عادش عايز اي حاجه دلوقتي. الكيسه دي انا هنربطها، بس انا هختم معاكم الفيديو. هتتربط خالص، تبقى محكمه الغلق لمده 3 ايام، محدش يجي جنبه. هو في ميته شايفين اهو، كل ما بقعد ايه هي يا دوبك ميته كده مظبوطه. وهتاخد بقى المخلل ده، هياخد اللون بتاع البنجر وطعم جميل جدا. لما نيجي نطلع بقى هنقلبه، البتنجان تحت. هنقلب بقى، تبقى الطبق المخلل فيه خيار، فيه بتنجان، فيه كرومب، لو انت عندك قرنبيط وفيه بتضيفيه برضو، فيه شطه، فيه جزر، فيه كل حاجه اهو. هو انت بتجيبي اصلا المخلل ناقصه ايه؟ الليمون المعصفر، وانا عندي اصلا، فعشان كده انا ما ضفتش فيه ليمون. ولو انت عايزه تسلقي الليمون نص سلقه او تضيفي حبيتين فيه، بس الاول بتروحي مغيره عليهم لوحدهم كام يوم كده، علشان انتوا عارفين الليمون فيه مراره، بنغير عليه يومين 2، وبعدين بتضيفيه في قلب المخلل ده عشان تنزع منه المراره. لو انت حباه كده بألف هنا وشفا. ويا حبيب قلبي، دي كان الفيديو بتاع النهارده. ويا ريت اللي يعجبه الفيديوهات بتاعتنا ما ينساناش بالدعم واللايك والاشتراك. يوصلوا كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.